السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهارده يا جماعة لذيذ وسريع كده وأكلة حلوة. تمام، عندنا كده كيلو رز غسلته غسيل كويس، اغسليه غسيل كويس وصفيه. تمام، واحطيه في الصينية. طبعا كل واحد بيبقى عارف الصينية بتاعته، لو هتعملي كمية بسيطة صغري الصينية. لو ده كيلو بتاعي اهو، عليه معلقة من السكر. تمام، ومعايا كده معلقتين ممسوحين من الملح، على حسب برضو الملح بتاعك، على حسب كمية الرز بتاعتك. وبقلب الرز والملح كويس في الايه، في الرز بتاعي. تمام، عشان ميبقاش جزء مالح ولا مسكر ولا جزء عادي. لا، قلبي بقى الملح والسكر كويس في الرز. باخد عندي معلقتين 3 زيت كده اهو برضو، واغلف الرزايه كلها بالزيت والايه والسمنه، واحط عندي برضو معلقتين كبار من السمنه. ويا سلام بقى لو عندك حته سمنه بلدي بتخلي الطعم في حته تانية خالص، بس المتاح بقى عندنا سمنه عاديه. تقلبي بقى معلقتين سمنه كبار كده مع 3 معالق زيت، مع معلقه السكر، مع الملح بتاعي، واغلف بقى الرز كله تغليفه حلوه كده بالكلام ده. طيب انتوا ممكن تقولوا لي ما سيحتيش السمنه وقمت حطاها. لا، احنا مش عايزين نهدر مواعين كتير ولا حاجه. انا عندي اللبن بتاعي، تجيبي بالليل 2 كيلو لبن كده. 2 كيلو لبن قمت غليتهم غليه كويسه، قمت حطاهم في التلاجة عندي عشان هشيل الوش بتاعهم الصبح، عشان ده اللي هحطه على وش المعمر، يبقى المعمر بتاعي دسم كده. وبعد ما بشيل الوش بغلي اللبن كويس. طب انت بتغلي تاني ليه؟ بحيث ان هو هيسيح السمنه هو في نفس التوقيت. اللبن ده كان ما شاء الله دسم، وكان معلم في الحله بتاعته كده. فانا عشان خاطر ايه، ما ياخدش السمنه بتاعته، ما تضيعش كده، السمنه تنزل في التسخين معايا تاني. فحطيت كميه اللبن كويسه عندي اهو. تمام، المعمر يا جماعه لازم ياخد كميه لبن كويس، تكون الرزايه بتاعته مرخيه شويه. وبعد عندي ما حطيت عليه اللبن، نزلت عندي بمعلقتين 3 القشطه اللي كنت حاشيها برده من على وش اللبن، عشان انا مبيتاه في التلاجة. سخنيه وبيتيه في التلاجة هيعمل لك وش قشطه ما شاء الله. بس اهم حاجه يكون لبن فلاحي، مش لبن العلب الجاهزه اللي بتشتري ده. اللبن الفلاحي جميل، بيكون جميل ما شاء الله. حطيت القشطه بتاعتي بقى. الفرن بتاعك قبل ما تبداي في المعمر خالص سخني الفرن كويس. انا عامله الفرن البوتاجاز مش الفرن الغاز ولا اي حاجه اهو. سخني الفرن البوتاجاز كويس، شغليه من فوق ومن تحت كده. انا مشغله من تحت ومن فوق. تمام، وبحط عندي مجرد عندي ما يبدا ياخد لون، اطفيه من فوق بقى واوطي النار من تحت واسيبه عندي يتردد عادي خالص. تمام، اكله جميله وسهله وسريعه وفي فرن البوتاجاز وما كلفتناش اي حاجه خالص. اشوفكم في فيديوهات تانية، مع الف سلامه. مع السلامه.